النشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. له الحمد في الأولى والآخرة، فحمده عباده، والثناء عليه سبحانه وتعالى هو الفوز العظيم. وصلى الله وسلم على رحمة مهداة وشفيع يرجى، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة مدير ثانوية الملك سعود بالباحة الأستاذ نايف ابن أحمد معتق، الأساتذة الكرام المحتفى بهم، ضيوف صباحنا المختلف هذا اليوم من أساتذة وأصدقاء وطلاب، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أن أعلن عن عجزي عن الإتيان بما في أنفسنا. نحن في ثانوية الملك سعود من حزن عميق على ترجل 3 قامات من خيرة معلمها من العملية التعليمية، فليس في هذا العجز من مساءلة أقاد لها، فالفقد أبلغ من العبارة مهما تزينت، لأنه من قلوبنا بمكان، وفي مدرستنا من الثوابت التي تعلمنا منها الكثير والكثير علما وخلقا، ولن نجد لهم ما يكونون أهلا له إلا صادق الدعاء بالتوفيق والسداد، وعظيم الثواب ما امتدت بنا الحياة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وكتب لهم البياض في عوالمهم القادمة. أحبتي الكرام، خير فاتحة لهذا البهاء آيات عطرت من كتاب الله الكريم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تتناثر الكلمات حبرا وحبا على صفائح الأوراق لكل من علمني، ومن أزال غيمة جهل مررت بها بريح العلم الطيبة. أبعث تحية شكر واحترام لكم يا معلمين. أما الآن مع كلمة للمحتفى به الأستاذ خالد بن دايس. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر خطيئتي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، هدانا إلى الرشد فآمنا به. سعادة مدير المدرسة، سعادة المشرفين التربويين، إخواني المعلمين، أبناء الطلاب، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الجميل أحييكم أجمل تحية، أفضتموني بكرمكم وأنتم تحضرون اليوم تكريمي، وهذه لمسة وفاء لن أنساها.
لا أخفيكم إنه ليحزنني أن أتنحى عن هذه الوجوه الطيبة، ولكن يمتزج الحزن بفرح أيضا وسرور، وهو أنني طلبت الاعتزال برغبة مني على أن أحط عن كاهلي أمانة بلغت 32 سنة. إن أحسنت فيها أسأل الله الحسنى وزيادة، وإن نسيت أو أخطأت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأنا لا أدري إخواني أشر أريد بي في هذه الأيام المتبقية من العمر أم أراد بي ربي رشدا، لكن أسأل الله أن يجعله خيرا. أيام مضت وأشهر صرمت وسنون رحلت، هي نقص من العمر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولعلكم تتفكرون في عدد السنين كيف تمر كمر السحاب وتنطوي كطي السجل للكتب، فعساني أخلد للراحة بعد عناء قضيته وسنين عجاف قطعتها حتى يأتي الله بأمره. ولئن زللت فأرجو العفو والصفح، فهو من شيم العرب، فلا أبرئ نفسي من زلة نزلت أو هفوة سقطت على مسؤول أو معلم أو طالب علم أو مستخدم، فألتمس السماح منكم جميعا. نصيحة أوجهها لزملائي وأبنائي جميعا بتقوى الله أولا، ثم لزملائي بأن تؤدوا الأمانة التي حملتموها، أبت منها الجبال فحملتموها، واذكروا ذلك في كل حين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ثم لأبنائي اسمعوا وأطيعوا لمعلميكم في غير معصية الله، فمن علمني حرفا صرت له عبدا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا تدع فؤادك فارغا من العلم، جد واجتهد وثابر، وما يدريك لعل الله أن يأخذ بيدك فتكون طبيبا ماهرا أو مهندسا ذكيا أو طيارا بارعا أو مسؤولا محنكا أو موظفا أمينا. فإن أردت ذلك فلا تطع الذين يفسدون في الأرض، تول عنهم ولا يحزنك قولهم. هؤلاء سيأتي يوم يئسوا فيه على ما فاتهم وسعيهم سوف يرى. كونوا إخوانا متآلفين متحابين، لا يضرب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، وإن فاتكم شيء فاسألوا معلميكم فالعلم فضله كبير. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. وسبحان من علم بالقلم، سبحان من علم بالقلم. طلبت العلم فريضة في ساعة اليسر والعسر، مني الدفاتر وأستاذي يعلمني يرددني. سبحان من علم بالقلم. جلست أمام أستاذي، أنا طفل، أنا صغير، ألف باء تاء، وفي الله الرجاء. سبحان من علم بالقلم. صرت معلما مدرسا، أشرح الدرس، أغرس الغرس، أقول في نفسي سبحان من علم بالقلم. قمت بواجب الوطن منذ زمن وأنا والسبورة وبين إصبعي طبشورة، أكتب أمحو. سبحان من علم بالقلم. من مدينة إلى مدينة، من مدرسة إلى مدرسة، من قرية إلى قرية، من زميل إلى زميل، من متعلم إلى متعلم. سبحان من علم بالقلم. في ديرتي أتيت، حيث أتيت انتهيت، في نهرها أو من نهرها ارتويت، من ضوئها من نورها من علمها استقيت. سبحان من علم بالقلم. قرأت، كتبت على دفتر، على سبورة، جلست، وقفت. سبحان من علم بالقلم. أيام جميلة قضيتها، عصرتها، قد لا تعود، الله يعلمها. سبحان من علم بالقلم.
وقت مضى وانقضى، جد واجتهاد، علم وعمل، سبحان من علم بالقلم. أدعو ربي غافر ذنبي، أنت البصير أنت القدير، أنت المعلم، سبحان من علم بالقلم. حسن الثواب دون حساب دون عذاب، أنت علمتني، سبحان من علم بالقلم. ولا يزال بيني وبينك الحب شاع رغم الوداع، لا تقل ضاع، أنت في قلبي أنت في عيني، سبحان من علم بالقلم. معلمون نبلاء بالعهد أوفياء، بالعلم يحدثون، تلامذة أدباء له يستمعون، سبحان من علم بالقلم. سأذكركم سأشكركم مدى الأزمان على الأوطان مع الخلان، سبحان من علم بالقلم. شكري الجزيل لناظر ولوكيل، لكل زميل، لكل طالب علم، سبحان من علم بالقلم. وفي الختام مني سلام للحاضرين للغائبين، لإخواني لأبنائي، سبحان من علم بالقلم. وقبل أن أختم كلمتي يسرني أن أوجه رسالة شكر وتقدير لكل من حضر هذا التكريم، كما أوجه الشكر الجزيل لكل مدير وقعت تحت إدارته حيا أو ميتا، وجميع الزملاء الذين عملت معهم معلمين ومستخدمين وعمال. كما أخص بالشكر سعادة مدير التعليم بمنطقة الباحة على تقديره واحترامه الذي لاقيته منه. ثم لا يسعني إلا أن أشكر من أعماق قلبي زملائي بمدرسة الملك سعود الثانوية على حسن المعاملة التي لاقيتها منهم وتبنيهم لهذا التكريم. وأخص بالشكر مدير المدرسة ووكلاءها والمعلمين على تقديرهم لي خاصة في هذه الأيام الأخيرة. كما أشكر كل من حضر هذا الحفل على اهتمامهم وتشريفهم. كما لا أنسى أن أشكر أبنائي الذين حضروا في هذا المكان إكراما لي، وهذا دليل حب ووفاء. زملائي أيها الحفل الكريم، أملي في الله أن أراكم بخير، لا تنسى الفضل بيننا، سامحونا. وفي ختام كلمتنا، اللهم آتنا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة المحتفى به الأستاذ عبد الرحمن سابي. بسم الله الرحمن الرحيم. في حمد الله والثناء عليه عز وجل غنم كبير، فله الحمد على كرمه لي بالعمل معلما في سنوات مضت، وفي الصلاة على رسول الهدى وخير معلم للورى من الأجر ما أوصي به نفسي وإياكم باغتنامه. فصلى الله وسلم على شفيع يرجى وصادق نطق بالحق وعمل به، سعادة مدير ثانوية الملك سعود بالباحة، الكرماء بحضورهم لحظاتنا هذه، ضيوفا وإخوة أعزاء، أساتذة عرفت بهم النبل ولا زالوا به، وأبناء شرفت بتعليمهم وسأبقى كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبين الشكر ومحاولة الوصول إليه مساحة طاهرة صادقة أجدني بها في عواطف شتى، بعضها يغلب بعض وكلها يحملني على الزهو والفخر، وما كان هذا ليكون لولا حضوركم معي بقلوبكم قبل أجسادكم، فلكم مني ما حييت صادق الدعاء وتكراره على هذا الكرم الغير مستغرب من أمثالكم أصدقاء الفضلاء. ولعل في الحديث عن 31 سنة من الزهو في حقل التعليم والتشرف بالاتصاف بكلمة معلم، لعل فيما سبق من الفخر ما أمضي به مخبرا عنه ومغنيا بما كان لي به من عطاء أنا في ظله ما امتدت بي الحياة، وفي مثوبته بحول الله يوم تقوم الساعة، ويذهب كل في ظل عمله، وما أشرف العمل في مهنة التعليم وأنبله.
أزف الفراق فهل أودع صامتا أم أنت مصغ للعتاب فأعتب ولم العتاب وليس ثمة بيننا عتب وإنك من فؤادي أقرب يا راحلا عمن تحب وفي النوى عمن يود المرء حالا تتعب ذكراك في كل الأماكن حية فإلى متى يا صب أنت معذب وجميل ما فعلته كفك مشرق هيهات من دنيا الحقيقة يغرب أنا أنت أدري والحكاية بيننا أنا بهذا الدرب كنا نطرب ونطوف في شتى المعارف رغبة نجني بها شهدا ومنه نسكب كنا نزم العلم زما نافعا ونسوقه للنشء حتى يشربوا ونريهم الأحلام أجمل صورة ونقول حلما بالعزيمة يقرب كانت لنا يا صاح أمتع رحلة واليوم خطوا للتقاعد نذهب فخرا نسير لأننا في مهنة يسمو بها الإنسان مجدا ينسب ومعلم الناس العلوم تعبدا عند الإله مكرم ومحبب فاصدح بما سطرت علما نافعا وانثر عبيرك فالحكاية تعذب أزف الفراق فقل لهم متوددا هذا المحب لعفوكم يتطلب فهبوه أصدق ما يكون دعاءكم فلقد أتى حبا وحبا يذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة المحتفى به الأستاذ محفوظ بن حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السعادة مدير ثانوية الملك سعود الموقر، إخواني المعلمين الأعزاء، أبناء الطلاب الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أقف أمامكم شاكراً على حسن الاحتفاء، وهذا من طبع النبلاء ومن طبع الشرفاء، فلكم جزيل الشكر والامتنان، وجميلكم أيها الأعزاء سيبقى على مدى الدهر والأيام. أيها الأعزاء، أوصيكم في تقوى الله عز وجل أولاً، ثم في العناية بهذه المدرسة، لأن هذه المدرسة عزيزة على قلبي، فكنت أول معلم لمادة الرياضيات في هذه المدرسة عام 1420 حين تم افتتاحها في ذلك الوقت، وكانت فقط فصلين، وأول دفعة من ضمنها الأستاذ سعود أمين مصادر التعلم حفظه الله. ثم تطورت هذه المدرسة وسميت من متوسطة الباحة إلى متوسطة وثانوية الملك سعود. ثم انفصلت هذه المدرسة واستقلت وأصبحت كما ترون ذات نظام المقررات، ثم النظام الفصلي، ثم نظام المسارات العام والهندسي. أكرر شكري وتقديري للجميع، وأكرر وصيتي لكم بالعناية بهذه المدرسة والإخلاص لها. حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين. وولي عهده الأمين.
وأدام العزة والرفعة لبلادنا بلاد الحرمين الشريفين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما الآن أوبريت بهذه المناسبة ينثره طلاب المدرسة إبداعا بين أيديكم وحبا لكم معلمين، بإشراف وتدريب رائد النشاط الأستاذ ضيف الله بركاته. حيا الرجال الليلة هم قفا حي، الليلة هم منهاج في كل سيرة، سيرة أبا وخلاص جهد وتفاني، ما شابه شايب وشك والوفاء وبأرق كلمات الشكر والثناء من قلوب ملؤها المحبة نقدمها لكم. وأما الآن نبدأ بتقديم الهدايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع تقديم الهدايا نبدأ بالأستاذ خالد دايس. هدية مقدمة من أبناء الأستاذ ناجي رحمه الله. مقدمة للأستاذ محمد البكري. هدية مقدمة للأستاذ غرم الله جماعة. مجموعة هدايا مقدمة من الأستاذ غانم وزملائه الأستاذ خالد. هدية مقدمة من الأستاذ إبراهيم جار الله ووليد جار الله. هدية مقدمة من الأستاذ عبد العزيز ساعد. هدية مقدمة من الطالب محمد فواز. هدية مقدمة من الطالب وهاب عبد الله.
مقدمة من الطالب مشاري عبد الإله رافع. مجموعة هدايا مقدمة من منسوبي ثانوية الملك سعود لزميلنا الأستاذ خالد دايس. شكر الله لكم أستاذ خالد ما قدمتم وما عملتم بهذه المدرسة. أما الآن مع تقديم الهدايا للأستاذ محفوظ. هدية مقدمة من أبناء الأستاذ ناجي رحمه الله. هدية مقدمة من أبناء الأستاذ محفوظ. مجموعة هدايا مقدمة من الأستاذ غانم وزملائه. هدية مقدمة من الأستاذ علي الفقيه وعبد الله الفقيه وإبراهيم الفقيه. هدية مقدمة من الأستاذ عبد العزيز ساعد. هدية مقدمة من الطالب مهاب عبد الله. مجموعة هدايا مقدمة من منسوبي ثانوية الملك سعود للأستاذ محفوظ. جزاكم الله خيرا أستاذ محفوظ على ما قدمتموه لنا ولهذه المدرسة. أما الآن مع المحتفى به الأستاذ عبد الرحمن سابي. هذا الباقي كله له. هدية الباقي كلها له. من أبناء الأستاذ ناجي رحمه الله. هدية مقدمة من الأستاذ محمد البكري. ايوه هدية مقدمة من الأستاذ غرب الله جماعة. هدية مقدمة من الأستاذ خالد فرحان. هدية مقدمة من الدكتور ياسر درويش. هدية مقدمة من الأستاذ سعيد فرحان. هدية مقدمة من الأستاذ فهد غنيمي. هدية مقدمة من الأستاذ جمعان الصعيدي.
مقدمة من الأستاذ عبد الرحمن مساعد. هدية مقدمة من الأستاذ محمد زلفان رحمه الله والأستاذ أحمد زلفان. هدية مقدمة من الأستاذ خليل علي الجيلاني. هدية مقدمة من الأستاذ سعدي عبد الله فرحان. مجموعة هدايا مقدمة من الأستاذ غانم وزملائه. هدية مقدمة من الأستاذ دكتور إبراهيم محمد الفقيه. هدية مقدمة من أخوان وأخوات الأستاذ عبد الرحمن سابي يقدمها نيابة عنه الدكتور إبراهيم. دكتور صالح. هدية مقدمة من الأستاذ إبراهيم جار الله ووليد جار الله. كلوا الحين بياكلون على التكريسات. هدية مقدمة من الشريك الأدبي مدحت ويلدي. هدية مقدمة من الأستاذ جمعان كرز. هدية مقدمة من الأستاذ فؤاد عبد الله سامي وأخوه إبراهيم. هدية مقدمة من الدكتور صالح معيد سابي. هدية مقدمة من الأستاذ عبد الرحمن سابي أبي. هدية مقدمة من طلاب مدرسة تحفيظ القرآن لدفعة 1416 هجري يقدمها عنهم الأستاذ عبد الرحمن الحارثي. هدية من الأستاذ خالد علي.
هدية من الأستاذ عبد العزيز ساعد. هدية من الأستاذ عبد الرحمن مساعد. هدية من الدكتور عبد الله صالح عباس. هدية من الطالب مرام عبد الله. مجموعة هدايا مقدمة من منسوبي ثانوية الملك سعود بالباحة. حفلنا الكريم، زملائنا المعلمين، شكر الله لكم هذا الحضور وحياكم الله في مدرستكم، والسلام عليكم ورحمة الله.